اهلا بكم من جديد. النهارده هنتكلم عن الفنان الكبير كمال الشناوي. هنقول في البدايه ان هو رفض تقبيل كاميليا وتزوج من هذه الفنانه سرا. التفاصيل بقى: هو اسمه الحقيقي محمد كمال، الشهير بكمال الشناوي. ولد في 26 ديسمبر 1921. تخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، التحق بمعهد الموسيقى العربية، وعمل بعدها مدرس للتربية الفنية لمدة عامين. تقدم للإذاعة وأجاز صوته، لكنه اشترط أن عند إذاعة أي أغنية له أن يذكروا اسمه مسبوقا بلقب الأستاذ. طبعا رفض هذا الطلب لصعوبته، والسبب أنه طبعا فضل أنه يضع شرطا تعجيزيا بدلا من الانسحاب يعني. أول أفلامه بعنوان غني حرب للمخرج نيازي مصطفى سنة 1948. ثم قدم فيلمان هما حمامة سلام وعدالة السماء مع شادية، ليبدأ رحلة طبعا لأشهر ثنائي فني حقق نجاحات استمرت علاقة الصداقة بينه وبين شادية، وكان دائما يتصل بها ويسأل عليها. عندما حتى اشترت شادية فيلا في منطقة الهرم، قام هو الآخر بشراء قطعة أرض بجوار الفيلا وبنى عليها عقار تسكن فيه أسرته حتى الآن. طبعا أحب الفنان كمال الشناوي الفنانة رائية إبراهيم، وهي على فكرة كانت يهودية الديانة، لكنه كان حب من طرف واحد، من طرف كمال الشناوي بس، ما كانتش بتبادله نفس المشاعر. تزوج بقى الفنان كمال الشناوي 5 مرات، وهي الزيجات المعلن عنها أو الرسمية. أول زيجاته كانت من الراقصة والممثلة هاجر حمدي، وأنجب منها ابنه محمد. ثم عفاف شاكر شقيقة الفنانة الكبيرة شادية ولم ينجب منها. ثم السيدة زينب حسن الدجوي التي أنجب منها باقي أولاده. أما الزواج بقى السري كان من الفنانة ناهد شريف، لأنه كان متزوج بأخرى، لكنه انفصل عن ناهد شريف بعد 6 سنين زواج تقريبا. ثم كانت زوجته الخامسة من سيدة سورية، قام بقى بالغناء في بعض أفلامه، أولها طبعا فيلم ظلمون الناس سنة 1950، وأخرج فيلم واحد بس هو فيلم تنابلة السلطان سنة 1965. رفض بقى تقبيل الفنانة الراحلة كاميليا في فيلم شارع البهلوان، لأن التصوير كان في شهر رمضان، وقال أنا صايم مش ممكن أبوسها. لكن بقى في النهاية تمكن المخرج صلاح أبو سيف اللي هو مخرج العمل من إقناعه. كان هناك بقى توتر في علاقته بالفنان الراحل أنور وجدي، بعدما قال عنه إنه معدوم الموهبة في التمثيل أمام وسامته. ليرد بقى الشناوي: كيف أن يكون أنور وجدي فتى الشاشة الأول ولديه لدغ وكرش، لدغة يعني في كلامه أثناء حديثه والكرش. لكن أنور وجدي رد عليه بخفة دمه طبعا المعروفة، وطلب الله يسخر من كرشه، لأنه يحرص على تربيته تعويضا عن سنوات الحرمان والجوع. كمان الفنان كمال الشناوي بيرى ان شخصية عباس ابو الدهب في فيلم المرأة المجهولة من اهم محطاته الفنية، لان اخرجه من دور الدنجوان او الحبيب. كمان لكمال الشناوي حفيدان يعملان في الوسط الفني، هما الممثل عمر الشناوي والمطرب نور الشناوي. وكان حكى عمر الشناوي عن قصة كده حصلت مع جده. قال ان هو وبخه في طفولته بعدما رآه يرتدي ملابس سوبرمان، فسأله ان كان صار هكذا في الشارع، وانزعج قائلا انا حفيدي ما يطلعش اراجوز. وكان لديه مزرعة وبنى فيها الصراحة ليذهب ويهتم ويشرف على الزراعة بنفسه. كتب قصة حياته بنفسه حتى لا يتم تشويهها إذا قدمت في عمل تلفزيوني. كمان الفنان كمال الشناوي انهار بالبكاء بسبب عدم تمكنه من السفر للحج. كان من المفترض أن يسافر مع ابنه علاء، لكن حدث مشكلة ولم يسافر، وخلال بقى مشاهدته لمراسم الحج في التلفزيون انفجر بالبكاء. آخر أعماله كانت مشاركته في فيلم زازا في سنة 2006. وتوفي كمال الشناوي في 22 أغسطس سنة 2011 عن عمر ناهز 89 عاما. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.